هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في ساعة المنتدى لمساء هذا اليوم السبت 4 من يوليو. سيرافقني في هذه الساعة كل من الزميلين جمال عثمان همد، حيث سيقدم لنا فقرته بعنوان هل يستقيم الفساد بالمفسد؟ ومن ثم سيكون معي الزميل عبد الله محمود هيابو الذي كان حاضرا في تظاهرة جنيف في 26 من يونيو الماضي، حيث سنتحدث معا عن هذه التظاهرة وتداعياتها وما بعدها والتوقعات فيما بعد جنيف. وقبل كل ذلك سأقدم لكم نشرة للأخبار، فابقوا معنا وأهلا بكم. Sabayu baburai 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 dar baburai salami wa mansarisu menda berbeza con nafasi talore salati ma kamo malen baburai al asmara ta'ate salati wa awiya wala sunnaje baburai dolakran ta'ate baburai 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 dar baburai salati busakar. في نشرة هذا المساء، مجلس حقوق الإنسان يمدد عمل لجنة التحقيق عاما كاملا. نظام أسمرة يسعى إلى نظام تعبئة طلبة المدارس تحت رفض أهاليهم، وحملة تجنيد في كل من أسمرة وجندع. الأخبار بالتفصيل. بتوافق جميع أعضائه، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يمدد فيه لسنة واحدة مهام عمل لجنة التحقيق في مسائل حقوق الإنسان في إريتريا. كما جدد مهام المبعوث الأممية الخاصة لإريتريا السيدة شيلا كيثاروس، وقام المجلس بتوسيع مهام وولاية لجنة التحقيق بهدف ضمان مساءلة كاملة حول الانتهاكات المنهجية الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إريتريا، والتي قد تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. وصدر هذا القرار في 2 من يوليو الحالي بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف السويسرية.
المراقبون والمحللون السياسيون لأوضاع منطقة القرن الإفريقي أشاروا إلى أن تقرير اللجنة الدولية لتقصي حالة حقوق الإنسان في إريتريا والذي صدر في 8 من يونيو من هذا العام وتداوله المجلس بالنقاش في 23 من ذات الشهر أثار قلقا بالغا لدى النظام الحاكم في إريتريا، فتعامل معه النظام تارة بوصفه بالبعيد عن الحقيقة وتارة أخرى بمناورة بنبرة الاستعداد للتعاون مع اللجنة، وذلك بعد أن علم باستمرار مهام اللجنة واتساع ولايتها. هذا وقد ناشد القرار الجديد مجددا السلطات في إريتريا للامتثال لمطالب المجتمع الدولي وإطلاق سراح السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والمعتقد الديني وضمان الالتزام بفترة محددة للخدمة الوطنية، وكذلك وقف عمليات إطلاق النار التي تواجه كل من يود الفرار من الأوضاع الغير ملائمة في إريتريا، واحترام حقوق الإنسان للمواطن وجملة من المناشدات في مجال الحريات ودولة القانون. كما طالب القرار الحكومة الإريترية بالتعاون الكامل مع لجنة تقصي الحقائق في مسائل حقوق الإنسان في إريتريا. وفي الختام أشار توضيح مجلس حقوق الإنسان الدولي بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق سوف يرفع إلى السيد بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. يسعى نظام أسمر التعسفي ومن خلال أداته الطلابية المسمى بالاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا إلى إرسال 80 طالبا تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 من الإقليم الأوسط إلى مركز التعبئة السياسية للنظام في نقفة. وقد أكدت مصادرنا أن الاتحاد حرر بالفعل في 29 من يونيو من هذا العام رسائل خطية للطلبة بضواحي قال نفحة وسرجاقة وبريخن في الإقليم الأوسط يدعوهم فيها للذهاب إلى مركز التعبئة السياسية بنقفة. وعلمت مصادرنا أن هذه الدعوة قُبلت برفض مباشر من أولياء أمر الطلبة، وعبروا عن قلقهم بقولهم أن أبناؤنا ما دون السن القانونية وأن هذه الدروس السياسية لا تناسب أعمارهم، فضلا عن كوننا في حاجة ماسة إليهم لمساعدتنا في موسم الخريف في الزراعة والحصاد. وتتخوف الأوساط الشعبية من مكائد أجهزة أمن النظام التي ستطال الأسر التي عبرت صراحة عن موقفها الرافض هذا. تقوم سلطات الاستبداد بحملة تجنيد عسكري في أسمرة وجندع معتمدة على معلومات أعدها جهازها المعروف بالخلايا الأمنية في 29 و30 من يونيو الماضي. قامت السلطات القمعية في مدينتي جندع وأسمرة بحملة تجنيد قسري شاملة وقاسية تأذى منها العديد من المواطنين ونجمت عنها مشادات ومصادمات بين المدنيين العزل وعناصر أمن النظام. في هذا الصدد أوضحت مصادر المنتدى أن المنهجية الثابتة للنظام هي عسكرة المجتمع بهدف إرباكه وإخافته والتحكم فيه من خلال أوامر المؤسسة العسكرية. وهذه الحملة الأخيرة جاءت في ذات السياق، وهي استدعاء مباشر من الخلايا الأمنية، حيث كان لهذه الخلايا الدور الأكبر في التعرف على أماكن الكثير من المواطنين وانتزاعهم من منازلهم. وتشير المصادر أن المخاوف التي دفعت للقيام بهذه الحملة المكثفة هو تزايد قلق هذه الخلايا الأمنية من ارتفاع الوعي وتزايد روح المقاومة لدى الطلبة في المرحلة الثانوية والمعاهد العليا. جدير بالذكر أن العديد من الطلبة قد تم اعتقالهم أثناء احتفالات البلاد بذكرى التحرير ويقبعون في سجون النظام الدكتاتوري في عد أبيت ومايسرو. وعلاوة على ذلك أوضحت مصادرنا من الداخل أن مخاوف النظام من الوسط الطلابي تصاعدت عقب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات في حقوق الإنسان في إريتريا. وروح المقاومة لدى الطلبة أصبحت متزايدة في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى. هذا وقد علم بأن وحدات من قوات المعارضة الإثيوبية المسلحة والمعروفة اختصارا بدمحيت شاركت في هذه الحملة، وهي مرتدية الزي العسكري لقوات الدفاع الإريترية. نهاية النشرة. بابوراي أسيرنا في قبعة وأسفرة السلاي
بابوراي دار بابوراي سلطني سكيتان بسيطان بابوراي كاتب بركة الدرس سلطني بالحكاة ولا يعذرن بابوراي نعمر نتعطي سلطني بقرصاي ولا ينقرن بابوراي دول تكررت تعطي بابوراي دار بابوراي سلطني بالهما قبل شبابه بابوراي أسيرنا قطعة واسمرا السلاي قطعة واسمرا نفك جدا واسمرا نفك كرن واسمرا نفك قطعة واسمرا نفك بعصح واسمرا نفك كرن واسمرا نفك فرطة واسمرا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل أوقاتكم. هذا جمال همد يحييكم ويقدم لكم هذه الفقرة، وهي بعنوان: هل يستقيم أن يحارب المفسد الفساد؟ من المعروف أن حكومات العالم الثالث عندما تتحدث كثيرا عن مشكلة ما يعني أن المشكلة الأصل فيها وليس في غيرها، لذا تعمم وتعوم وفي الأخير تصفي خصوم ومناوئين لها أو تمهد لذلك. فقد تحدث رئيس العصبة الحاكمة في إريتريا في خطابه الباهت في عيد الاستغلال أو الاستقلال عن الفساد في الدوائر الحكومية، واعدا بمحاربته. العمر الرسمي للدولة الإريترية ربع قرن إلا شهور، وخلال هذه المدة القصيرة جدا قياسا بعمر الشعوب تصدرت إريتريا العصبة ذيل القوائم في كل التقارير الدولية، فهي الأولى في غياب الحريات، كل الحريات، وهي الأولى في غياب الشفافية، وهذا يعني انتشار الفساد المالي والإداري، كذلك هي الأولى في هروب الرياضيين والصحفيين والدبلوماسيين وغيرهم. إريتريا البلد الاستراتيجي الواقع بين عملاقين هما إثيوبيا والسودان بشريا واقتصاديا، وتمتد سواحلها حوالي 1000 كيلومتر على الساحل الغربي للبحر الأحمر. هي بالقرب أيضا من منابع المياه في أفريقيا والبترول العربي والأفريقي أيضا، وتمتد بلسان إلى أهم نقطة حساسة على البحر الأحمر، أعني بذلك باب المندب. كل ذلك كان يمكن أن يكون عاملا للاستقرار في هذا البلد الأفريقي الصغير والفقير، ذلك حسب توقعات الخبراء في عام 1992، مشروطا باتباع عدد من الخطوات السياسية والاقتصادية وبالتالي الاجتماعية والثقافية. لكن الحكومة لم تفعل، بل منعت قيام الحياة السياسية الطبيعية بالإعلان الشهير في يونيو 1993 وعبر خطاب رئاسي لإسياس أفورقي. تبع ذلك تغول الحزب الحاكم والوحيد في كل مرافق الحياة الاقتصادية في البلاد عبر سلسلة من الشركات الوهمية والشركات القائمة على الأرض، وذلك بمساندة أفراد تحت يافطات رجال الأعمال. تلا ذلك الاستيلاء على الأراضي الزراعية وقيام المشاريع الزراعية الكبرى، والتي سجلت فشلا كاملا لسوء التخطيط وغيره من الأسباب. بعد ذلك تحكمت العصبة في الصادرات والواردات ابتداء باحتكار السلع والأدوات، وانتهت بسحب رخص التصدير والاستيراد من بعض التجار. سياسة ماكرة اتبعتها العصبة
أخرجت من خلالها كل الرأسمال الوطني التقليدي من السوق، وزاحمت حتى المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة باستخدام الترهيب والترغيب وكل وسائل وأدوات السلطة القمعية. والحكايات كثيرة وبعضها لا يصدقها العقل لشدة الأحابيل الشيطانية المستخدمة فيها. وبدلا من القيام بمعالجات حقيقية ككل الدول الدكتاتورية، لجأت العصبة لأسلوبها القديم والمتجدد، وهو الاعتماد على الأساليب الملتوية والفاسدة، وهي الخبيرة في التهريب منذ مرحلة الكفاح المسلح، التهريب عبر الدول المحيطة والسيطرة على شبكات التهريب أو التعامل معهم على أقل تقدير. لذا لجأت العصبة لترميم اقتصادها على أساليب السمسرة في تجارة السلاح وغسل الأموال وتسهيل مرور الدولار الأسود وإدارة نوادي القمار إلى آخره. وهذا قطعا نشاط يحتاج لنوع من الناس مختلف نوعا ما عن البشر بشكل عام. وقد كشف النقاب عن عدد من هذه الأنشطة الغير قانونية في دبي ونيروبي وغيرها. بالمجمل لا يمكن الحديث عن تنمية لا بشرية ولا اقتصادية إذا أضفنا سياسة العصبة تجاه الشباب والعمال وكل صنوف العمال المهرة والمهنيين إلى آخره. إذن الحديث عن محاولة الفساد هو محض هراء سياسي في أدنى صوره وتلاوينه، إذ إن الجهة التي تريد محاربة الفساد هي ذاتها أس الفساد والراعي الرسمي له عبر أدواتها وسماسرتها وحتى صغار الأمنيين الذين يمارسون الابتزاز ويأخذون الرشوة علنا. إذن الشعب الإريتري لا علاقة له بالفساد الذي يتحدث عنه السيد إسياس أفورقي. ما العمل إذن؟ ما العمل لإسكات الناس؟ والجواب اللجوء لذات السياسة القديمة، ضرب عدد محدد من المنفلتين الفاسدين الذين تجاوزوا الحدود حسب قانون العصابة وتأديبهم، ولكن كالعادة دون محاكمات ولا تحقيقات. يسكت الشارع من الجأر بالشكوى، وربما بعض الدوائر التي تسعى لتجميل وجه رئيس العصبة وأزلامه تجد ضالتها في ذلك. وبالفعل بدأت عمليات الاعتقالات، وسوف تشمل عدد كبير من المغضوب عليهم من قبل العصبة. في نهاية هذه الحلقة نضع خطوط ومؤشرات عامة لصورة الوضع العام الإريتري يساعد في فهم وقراءة الواقع الاقتصادي الإريتري إن صحت التسمية. 1. لم يحدث قط أن نوقشت ميزانية الحكومة أو الحزب بشكل علني منذ فترة الكفاح المسلح وحتى اليوم سوى مرة واحدة في أول وآخر دورة للبرلمان المعين. 2. يدار الاقتصاد الإريتري من قبل مجموعة صغيرة حول الرئيس أبرزهم حاغوس كشة ويماني قبرآب، وعدد كبير من الحلقات الغير متصلة من السماسرة الإريتريين والأجانب، وعبر شبكة من العلاقات المشبوهة مع دول الجوار ومن بينها السودان والإمارات وخاصة دبي والسعودية وجنوب السودان إلى آخره، وعبر شركات أيضا متعددة الأغراض كشركة البحر الأحمر وسجن وغيرها. 3. لا وجود للهيئات الرقابية المدنية منها والحكومية أو الحزبية، لأن الحياة المدنية معطلة، ووجود تنظيمات كاتحاد المرأة والشباب وغيره هي لأغراض التعبئة وجمع المال، ولتكون ساحة لأجهزة الأمن منها لأجهزة الأمن لاستقطاب الأذكياء والمغفلين اللافعين ولمراقبة التطورات التي تحدث في أذهان الشباب والشابات. 4. السيطرة القوية من قبل الأجهزة الأمنية المتعددة وتشابكاتها مع الشركات الحزبية وفسادها المالي والإداري. هذا جزء يسير من الصورة لما يسمى بالاقتصاد الإريتري تجاوزا في علاقته مع السياسي العصبوي الذي يفرخ عشاش الفساد ووطاويط الفاسدين. ولكي يذهب الفساد أيها السادة يجب أن يذهب الرئيس وأزلامه مرة وإلى الأبد، وأسعد الله كل أوقاتكم. إريتريا 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 جميل حدود سنة ألبابنا قبات أروينا من دمنا يبكي ولا قحيدا فنا
دمنا يبكي ولا قحيت أفنا ولا شعبنا قلبي شفروا لامسي شامكي ايدو حدوث انا تلبابنا قبات ورويناكي من دمنا يبكي ولا قحيد فنا لا 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 سني من فوقهم حدد فدينا شامكي وحدوث انا تلبابنا قبات واروينا كي من دمنا ديتي ولا قحيد فنا لاقي خدوري أبيات فنتو في راسنا رجال لاقي خدوري أبيات فنتو في راسنا متو من ددافنو أبقى قسنة مرباتنا عند الحر ونكري نسأك يوسف قتنا يتعسنا دي ومشاكر حقوق الكي ركبنا تاريخ دي ما يبدأ حقه وأسك ولادنا شامكي حدوث أنا تلبابنا قبات وأروينا كي من دمنا يبكي شباب قحيد فنا الدنيا ونبرها اللحن مدر شهيد فانتا الدنيا ونبرها اللحن مدر نتاسس ولادو أسك العبة وشنقل نبتك من قنوبتنا كبلون ألبس ونأدرر مربات عبايا بسنة وقبيل حادرة الشفر لا تعرفت الليل نايناتا قل نبني ونعمر شامكي حدوث أنا تلبابنا قبات وأروينا كي من دمنا يبكي شباب قحيد فنا لا 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 من دمنا يبكي ولا قحيد فنا
أعزائي المستمعين، ويكون معي الآن الزميل الصحفي والناشط الأستاذ عبد الله محمود هيابو، والذي كان حاضرا في تظاهرة جنيف. لنتحدث معا عن هذه التظاهرة من قلب الحدث هناك وعن تداعياتها. أهلا بك عبد الله في صوت المنتدى مرة ثانية. أهلا وسهلا أمان، وأهلا بمستمعي إذاعة صوت المنتدى، ونأمل أن نقدم ما يفيد المستمع إن شاء الله. الكريم. يا هلا. طيب عبد الله، يعني مظاهرة 26 يونيو كانت حدث كبير ومفصلي على مستوى العمل المعارض والناشط، وخاصة في اتجاه يعني تثبيت الحقوق وحقوق الإنسان. يعني أظهرت وعي غير طبيعي من خلال المشاركة الضخمة. أنت كنت هناك، يعني حدثني عن تجربتك، عن شعورك، كيف رأيتها ومن كان هناك وكيف رصدت لنا هذه الظاهرة أو التظاهرة. بدأني أعمال وأنا في طريقي إلى التظاهرة متحرك أثناء تحركي من مدينة روتردام في بولندا نعم. وإلى مقر التظاهرة في جنيف. وأنا في السيارة كنت على اتصال مع بعض الزملاء، وكنت أعرف لهم أبدي لهم مخاوفي لا تكون التظاهرة على قدر التنظيم وعلى قدر الحدث وعلى قدر التحدي، خاصة وأن هنالك كانت مظاهرة سابقة لهذه التظاهرة، وهي المظاهرة التي قام بها النظام. فيعني كانت مخاوفي كبيرة، وسقف التفاؤل عندي يعني لم يكن مرتفع. ولكن عندما وصلنا إلى جنيف وليلا وأصبح الصبح وبدأت الوفود تتوافد من هنا وهناك من شتى مدن القارة الأوروبية، بالإضافة إلى بعض الوفود التي أتت من أمريكا وكندا وأستراليا. ثم بدأت الوفود تتوافد نحو مقر نقطة التجمع ونقطة الالتقاء. وهنالك بدأ سقف الآمال والتفاؤل عندي يرتفع، ورأيت يعني مختلف الأعمار ومختلف التخصصات ومختلف يعني المجتمع الذي يطيفي بكل أطيافه كان حاضرا هناك. المرأة شكلت حضورا واسعا، الشباب يعني يمكن غالبية الحضور كانوا من الشباب، يعني قرابة 80% كانوا من الشباب، وهذا من المبشرات، خاصة بعد أن كانت التقييمات الأولى يعني تتحدث عن أن الشباب غير مشارك في الفعل المعارض أو فعل التغيير، إلا أن هذه التظاهرة قلبت هذه التقييمات وهذه التحليلات رأسا على عقب. أيضا كان هنالك شريحة خاصة وهي شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة كانت حضورا بعدد كبير، وهذا يعني رفع سقف الحماس عند المتظاهرين، ووضعوا في مقدمة الصفوف عرفانا لدورهم في تحرير الأرض والدفاع عنها. عموما المشهد كان مؤثر، ومشهد يعني كان لا يمكن وصفه. الأعداد كانت ضخمة جدا جدا، مما يفوق 5000. الشعارات التي يرفعونها كانت بمختلف اللغات، سواء كان لغات البلدان التي يقيمون فيها واللغات الإريترية المختلفة. مضمونها وإن تنوع كان في النهاية يهدف إلى ضرورة عدم إفلات النظام الإريتري من العقاب. عموما يعني التظاهرة بشكل عام يعني رفعت سقف التفاؤل وسقف الأمل عند الشعب الإريتري بشكل عام، وعندنا نحن كناشطين بشكل خاص. يعني كان عندها وقع كبير وتأثير كبير علينا وعلى آمالنا وطموحاتنا. بالتأكيد يا عبد الله، ونحن أيضا يعني من متابعتنا لها ومن متابعة الشعور العام، يعني هذه المظاهرة كانت يعني قفزة نوعية على مستوى العمل المعارض، يعني وعكست يعني مستوى عالي من الوعي كما قلت، ومستوى عالي من التنظيم يعني الرغبة العالية للمشاركة. يعني كسرت الأسطورة أو الفكرة التي اعتدنا عليها بأن هناك أغلبية صامتة من أبناء شعبنا لا تريد أن تشارك، أو هي يعني غير مهيئة وغيره. والآن أثبت يعني الواقع من خلال هذه التظاهرة أن هناك وعي كبير وأن هناك استعداد كبير. برأيك عبد الله، من خلال رصدك يعني وأنت ناشط ومتابع يعني مجتهد في هذا الموضوع، ما هي الأسباب التي يعني جعلت هذا الكم الهائل يأتي إلى جنيف، يعني وكيف كان هذا التنظيم برأيك؟ يعني العوامل اللي ساعدت على أنه الناس تتحمس وترجع تشارك بهذه التظاهرة.
أعتقد أن العوامل التي ساعدت على نجاح التظاهرة وخروجها بالثوب الذي يليق بالشعب الإريتري ويليق مم. بالتغيير في إريتريا، مم. أعتقد أنه أول حاجة طول فترة التنظيم، أن المظاهرة أعلنت منذ أكثر من شهرين، نعم. واللجنة المنظمة يعني أعلنت عنها بشتى وسائل التواصل الاجتماعي وشتى وسائل الإعلام، وأيضا حتى على مستوى التواصل الشخصي كان عملا ضخما وعملا جبارا، مم. انتقل من مستوى اللجان العليا إلى مستوى الأفراد، وكان الناس ينظرون إلى هذا التقرير أو إلى هذه التظاهرة باعتبار أنها علامة فارقة في مسيرة الواقع الإريتري، أو مستوى في مسيرة التاريخ الإريتري المعاصر بشكل عام، مم. باعتبار أن اتخاذ مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الفاتت قرارا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للبحث عن انتهاكات النظام مم. يعد أيضا قرارا فارقا في مسيرة القرارات الأممية بالتأكيد. تجاه الأقطار. مم. أيضا يعني خلال العام الماضي كان هنالك حراك دؤوب وحراك منتظم في اتجاه يعني ضرورة تفاعل الشعب الإريتري بشكل عام مع هذا القرار ومع التقرير الذي يمكن أن يصدر. نعم. أيضا مما ساعد على نجاح التظاهرة والتفاعل معها الحراك الواسع الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق وسط في مختلف الدول ومختلف الأراضي، وأيضا الشهادات التي أدلى بها عدد كبير تجاوز 500 الشهادات المكتوبة التي نعم. أدلي بها إلى اللجنة أيضا. مم. كل هذا يعني صعد من الزخم حول قضية التظاهرة. أيضا هنالك تحدي نشأ في الفترة الأخيرة، وهو مظاهرة 22 مايو التي قام بها النظام، وهي مظاهرة كما يعلم الجميع مظاهرة مدفوعة الأجر تجمع بين الرغبة والرهبة، وليست عفوية وطوعية كما نعم. بالتأكيد. قام بها يعني مظاهرة قوى التغيير. مم. كل هذا يعني رفع سقف التفاؤل والتحدي عند المشاركين في التظاهرات. ونحن عندما كنا في هولندا وأثناء يعني حركتنا بالسيارة إلى جنيف، مم. كان الإخوة المشاركين جميعا كانوا يتلقوا اتصالات بأنهم يريدون أن يشاركوا في التظاهرة، مم. يعني أعداد كبيرة كانت تود، ولكن مم. عدم اتساع الأماكن بالتأكيد. وضيق الزمن لم يتيح لهم المشاركة. نعم. عموما الحراك الذي جرى خلال الفترة الأخيرة كان له تأثير واضح مم. في اتجاه يعني إنجاح هذه الفاعلية وخروجها بالثوب الذي رأيناه جميعا والذي سرنا وأدهش جميع الإعلاميين، وحتى أدهش المراقبين من المحايدين الذين لا علاقة لا علاقة مباشرة لهم نعم. بالفعل المعارض الإريتري. بالتأكيد عبد الله، يعني كانت بالفعل كما قلت شيء يعني جميل ورفع سقف التفاؤل على مستوى العمل يعني المعارض وكذا. هناك أيضا دعنا نرجع قليلا إلى لجنة تقصي الحقائق ونذكر المستمعين الكرام يعني الأشياء التي تحققت في الفترة الأخيرة والتقرير، يعني إلى لماذا يعني جاءت تظاهرة 22 يونيو اعتراضا على التقرير، ولماذا جاءت تظاهرة 26 يونيو دعما للتقرير. يعني دعنا نلقي الضوء قليلا على ما ورد في التقرير، أهم النقاط التي وردت فيه تذكيرا لمن لم يتابع معنا. أعتقد أن أهم نقطة وردت في التقرير أن الجرائم التي قام بها النظام ربما ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. أعتقد أن هذه أهم عبارة أهم فقرة وردت في التقرير. نعم. بالإضافة للرصد الواسع للانتهاكات الواسعة والمنهجية التي يقوم بها النظام في ضد حقوق الإنسان في إريتريا، ابتداء من الخدمة القسرية غير المحددة بسقف زمني، وابتداء الانتهاك حق الحياة، حق الحركة، حق التعبير، الاعتقالات التعسفية، الاختفاء القسري، وغيرها من صنوف الانتهاكات. يعني كانت انتهاكات واسعة وانتهاكات منهجية. التغيير رصد جميع هذه الانتهاكات، والخلاصة التي خرج بها أن هذه الانتهاكات ربما ترقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية. نعم. وهذه كما هو معروف يعني تؤدي بقضية حقوق الإنسان في إريتريا إلى منحى آخر، يعني يؤدي إلى عدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب، والعدالة الدولية ستأخذ
مجراها إذا مهم. تم إثبات هذا الأمر. بالتأكيد. أعتقد أن هذه كانت علامة فارقة في التقرير، وكانت يعني نقطة مهم. جعلت النظام لأول مرة يرد بشكل مباشر وسريع. مهم. عادة النظام كان في جميع التقارير والقرارات التي تصدر من الأمم المتحدة أو غيرها كان لا يعني لا يتفاعل معها ولا يصدر نعم. يعني مم. بيانات مباشرة، إلا أنه في حال عند صدور هذا التقرير في غضون ساعات أصدر بيان. وزارة الخارجية أصدرت مم. بيان بلغة يعني لغة غير دبلوماسية ولغة مم. غاضبة نعم. لا تليق بالدول، وكان هذا مؤشر على مدى تأثير هذا التقرير على النظام. أيضا المظاهرة التي حشد لها عن عجل والحشود المدفوعة الثمن نعم. التي أتت من مختلف الدول، وأيضا الحشد يعني لم يكن كبيرا. فقط الكاميرات التي رصدت استطاعت أن تصوره بالشكل الحالي، لأنه إذا قارنا بحكم مشاهدتنا للمساحة التي نظمت فيها المظاهرة 22 ومظاهرة 26 كان واضحا مم. تفوق مظاهرة 26 بأرقام كبيرة على مظاهرة 22، نعم. وأيضا تتفوق مظاهرة 26 باعتبار أنها كانت حشود عفوية وطوعية لم يدفع لها ولم يعني تحشد هكذا، وإنما أتت طوعا وأتت دفعت جميع تكاليفها، وهذا يحسب على الفعل المعارض، وأيضا يشكل انطلاقة جديدة للفعل المعارض مم. بشكل جديد. نعم. أعتقد أن التقرير يعني كان تقرير وافي وشافي ورصد كل المظاهر، مظاهر الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان في إريتريا، نعم. واللجنة تستحق الإشادة وتستحق الشكر على بالتأكيد. العمل المهني، مهم. وتستحق الوقوف معها ومساندتها حتى تستكمل عملها. نعم. نعم. بالتأكيد عبد الله. وأيضا أريد هنا أن أشير إلى أن يعني تظاهرة 22 التي حشد لها النظام وأنصاره للتنديد بالتقرير يعني كانت مسيئة جدا. يعني ويعني كشفت عن جانب سيء جدا في التعامل مع الأحداث وبالتعامل مع المجتمع الدولي. وأيضا عندما بدأت تظاهر يعني بعد ذلك يعني افتتاح اللجنة مجلس حقوق الإنسان لدورته كان من أول الأشياء التي ذكرها رئيس الجلسة أنه ندد بالسلوك والسلوكيات التي اتبعها أنصار النظام وقاموا بالإساءة للجنة ومضايقتها وترهيبها، يعني كانوا شغل عصابات يعني بالحرف الواحد. وأيضا هناك كانت أيضا نوع من التنبيه والتنديد باللغة التي استخدمها أيضا ممثل النظام في جلسات المجلس في عرضه عندما أخذ الفرصة ليتحدث عن التقرير. يعني عبد الله كل هذا يعني يعني يوصلنا إلى نتيجة أن النظام في مأزق حقيقي من هذا التقرير ومن عمل اللجنة، وأن هذا الجانب جانب حقوق الإنسان أصبح يعني اليوم مكشوف على المجتمع الدولي ولا يمكن المراوغة فيه. هناك أيضا قرارات صدرت بعد 26 وهي من ضمنها تمديد عمل اللجنة. ماذا يعني هذا؟ يعني لو أردنا أن نعكس أيضا بشكل تفصيلي على يعني تداعيات ما بعد 26 جنيف. ما حدث في نهاية اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، نعم. والقرار الذي اتخذ من المجلس وهو تمديد عمل اللجنة وتمديد ولايتها لمدة عام، وتمديد أيضا مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إريتريا لمدة عام أيضا، نعم. وتفويضها بالتحقيق حول احتمال أن تكون هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية. أعتقد أن هذا تطور كبير على صعيد حقوق الإنسان. أعتقد أن اللجنة الآن والمقرر الخاص يعني يحملون تفويضا جديدا وهو التحقيق حول ما إذا كانت هذه الجرائم ترقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية، وهو يعني استحق أن أستطيع أن أقول أنه يعني انتصار كبير لقضية حقوق الإنسان في إريتريا، وانتصار كبير نعم. لآلاف الذين تم اغتيالهم بدم بارد، وللآلاف الذين يقبعون في سجون النظام، والآلاف الذين أهدرت سنوات عمرهم نعم. الزاهية في خدمة قسرية غير محددة بسقف زمني، وهي خدمة أشبه بالعبودية. بالتأكيد. عموما يعني هذه القرارات يعني انتصرت لجميع هؤلاء،
وأتوقع أن اللجنة يعني ستواصل في عملها المهني والذي تعودنا عليه خلال العام السابق برصد شهادات الضحايا مهم. وتقييم الإفادات وفي العموم طبعا يعني بالنسبة للشعب الإريتري أن ارتكاب النظام للجرائم ضد الإنسانية والجرائم التي توصف دوليا بالجرائم ضد الإنسانية هو واضح وأشهر من أن ينكر أو أن يعرف به، ولكن يعني تحتاج اللجنة تستوثق عبر آلياتها على نعم. هذه التفصيلات. وهو عموما ما يضاعف الدور على قوى التغيير بشكل عام سواء كانت المؤطرة وغير المؤطرة، مهم. يضاعف عليها الدور بمزيد من الجهد في رصد جميع الانتهاكات وحث الشهود لتقديم شهاداتهم أمام اللجنة وأمام المقرر الخاص. فيعني نحتاج خلال الفترة القادمة مزيد من العمل ومزيد من التوعية ومزيد من بالتأكيد. تكثيف مم. الجهد في هذا الإطار. نعم نعم بالتأكيد. طيب، إذا يعني عبد الله، ما حدث في جنيف أيضا ومن خلال يعني ما ذكرته لنا أيضا أن هناك كانت مشاركة كبيرة للشباب. إذا أردنا أن ننظر إلى هذه التظاهرة من على مستوى العمل المعارض، هناك كان عدد كبير من الشباب، وبالرغم من مشاركة يعني ممثلين عن تنظيمات أو منظمات مجتمع مدني وغيره، لكن الغالبية على ما يبدو كان شباب اندفع يعني من إيمانه بقضيته، من معرفته، لأنه مشاركته مهمة جدا، وإيصال صوته والدفاع عن حقوقه، لأنه من أهم القضايا كانت الخدمة الوطنية اللي هي تحولت إلى عبودية. وهذا شباب عانى منها ويعرف تماما يعني حجم المعاناة، ويعرف أن هذه فرصته للدفاع عن حقوقه وعن حقوق من ما يزال يعني يرزح تحت ظل هذه العبودية. عبد الله، أريد هنا أن أقول ما هي يعني كيف يعني من خلال رصدنا ما هي الأشياء الذي على العمل المعارض وكل من يشارك فيه بشكل منظم أو غير منظم أن يسعى إلى عملها اليوم. يبدو أن الشباب تجاوز الشكل التقليدي للعمل المعارض. هناك طرح جديد، هناك دماء جديدة تقوم اليوم لتدافع عن حقوقها. ما هي مسؤوليات من هم في الساحة اليوم برأيك؟ فات علي أستاذ أعمال أولا أن نشير إلى مشاركة يعني أعداد كبيرة من ممثلي التنظيمات وقياداتها كانت حضورا بين صفوف المتظاهرين. نعم. لم تكن تميز نفسها بشيء وإنما كانت بينهم ومنهم ومثلهم تماما. يعني لا تستطيع أن تفرق بين القيادي والشعب العادي، كل الناس كانوا سواسية أو سواء. يجمعهم الهتاف، يجمعهم حمل اللافتات والشعارات، وهذا أيضا مما يحسب على تظاهرة جنيف. عموما العمل المعارض بعد جنيف، خاصة بعد أن اتضح أن المعارض أو قوى التغيير بشكل عام لديها القدرة على الحشد ولديها القدرة على التأثير ولديها القدرة على التغلغل وسط قطاع الشباب، القطاع اللي هو قطاع أساسي وهو القطاع التي تنبني عليه الحضارات وينبني عليه ويحمل على أكتافه التغيير. نعم. مشاركة هذه الشريحة بشكل واسع يضفي على قوة المعارضة المنظمة والمؤطرة بشكل عام، والمعارضة أيضا غير المؤطرة وهو التغيير بشكل عام، يعني يضفي عليها ويضيف عليها مسؤوليات جديدة. هي ضرورة أن تواكب هذا الواقع وأن تحاول أن تستحدث طرائقها وأساليبها وأن تبتدع وسائل جديدة بخلاف المؤتمرات والاجتماعات والوسائل الروتينية يعني نعم. التي يعني لم يعد الجمهور بشكل عام والشباب يتفاعلون معها. يجب أن نخاطب احتياجات الشباب الآن. يمكن أعتقد أنه مشاركة الشباب الواسعة في هذه التظاهرة لأن التقرير لامس يعني قضاياهم الحقيقية، وهي قضايا الخدمة القسرية غير محددة بشكل زمني، وقضايا الهجرة، وقضايا اللجوء بشكل عام، والمعاناة التي وجدها الشباب والإتجار بالبشر وغيره من القضايا، بالإضافة لما يتعرض له أسرهم في الداخل من انتهاكات واسعة هم يعلمونها أكثر من أي شخص. نعم. هذه الأشياء دفعت هذه الشريحة للتفاعل
مع التظاهرة بشكل عام ومع التقرير، وكانت المشاركة يعني في مستوى يعني عالي جدا جدا. نعم نعم بالتأكيد. فمن المنتظر مهم. الآن من المعارضة بشكل عام والتغيير مهم. أن تحدث خطابها وتحدث أساليبها وطرائقها، مهم. بغية حشد الشباب في صفوفها، وحشد الشباب في إطار القضايا، خاصة أن القضايا هي واحدة، هي قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، مهم. وهي قضايا محل إجماع عند الجميع، فقط نحتاج إلى التعبير عنها بشكل واضح بشكل مختلف يستطيع أن يجمع جميع القطاعات والعمرية والفئوية حول هذه الأطروحات. نعم نحتاج إلى استحداث لغة جديدة، خطاب جديد يخاطب جميع الفئات العمرية للشعب الإريتري. نعم بالتأكيد عبد الله. هناك أيضا أريد أن أشير إلى مشاركة مهمة، وهي مشاركة المرأة الإريترية. يعني دائما المرأة الإريترية هي يعني في مكان العطاء والتقديم وبجرأة وبقوة، ولكن يعني هذه المشاركة اليوم هي مشاركة طوعية، ومشاركة تأتي بالفعل من شيء يلمسها بشكل مباشر. يعني المرأة الإريترية والشابة الإريترية تعرضت للكثير من أنواع الانتهاكات على مستوى حقوقها، والتقرير أيضا أورد بأمثلة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات الإريتريات، وخاصة في إطار الخدمة الوطنية بما يسمى بالخدمة الوطنية من أعمال اغتصاب وأعمال يعني اضطهاد الحقوق وتسخير يعني جعلهن يعملن كخادمات أحيانا للمنتفعين من هذا النظام. احكي لنا يا عبد الله عن مشاركة المرأة، كيف رأيتها؟ مشاركة المرأة في التظاهرة يعني كانت مشاركة واسعة جدا، والمرأة قامت بأدوار كبيرة في التظاهرة يعني، وكان صراحة ملفت جدا بالنسبة لي. يعني أعداد كبيرة، يعني المرأة كان عندها بشكل عام دور قيادي في التظاهرة، سواء كان على مستوى يعني الشعارات أو الهتافات أو نعم تنظيم التظاهرة أو العمل في مختلف الأعباء التي تتعلق بالمظاهرة. كان المرأة يعني دور ريادي ودور قيادي، وأيضا كان حضور يعني كثيف جدا للمرأة. وهذا إن دل إنما يدل على أن التقرير الصادر لامس يعني قضاياها الحقيقية أيضا، ولامس انتهاكات الخاصة بها ومظالمها، بالإضافة إلى أنه يعكس تفاعل المرأة بشكل عام مع قضية حقوق الإنسان اللي هي يعني تلامس يعني نفس كل نعم إريتري بشكل عام، إذا أن كل أسرة إريترية هي ضحية من ضحايا حقوق الإنسان بشكل أو بآخر، من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بشكل أو بآخر. عموما يعني مشاركة المرأة يعني أستطيع أن أقول إنه استعادت أيضا ثقة المجتمع الإريتري بشكل عام في إنه المرأة يعني لم تعتزل العمل السياسي كما كان يعتقد، نعم وكما كان منظور في المؤتمرات الخاصة بالمعارضة أو في أطرها القيادية بشكل عام، نعم وإنما هي حاضرة في قلب الحدث، حاضرة في مكان العطاء. أيضا يعني المرأة يعني أسهمت بشكل كبير في يعني كثير من النساء يعني أحضرنا الطعام واستطعنا يعني أن يقومن بواجب كبير في تظاهرة أيضا، بالإضافة إلى الواجب العام، نعم وكان هذا يعني ما يحسب لهن، وكان مشاركتهن أوسع من أي شريحة أخرى. وزي ما قلت يعني ده يدل على إنه التقرير لامس القضايا الحقيقية لمختلف الفئات بالتأكيد. وشرائح المجتمع نعم الإريتري. نعم بالتأكيد عبد الله. يعني في ختام هذا الرصد الذي نقوم به على مستوى يعني العمل الوطني المعارض، وخاصة على مستوى حقوق الإنسان، على ضوء تقرير لجنة تقصي الحقائق، أريد أيضا عبد الله قبل أن نختم أن أشير إلى ظاهرة مهمة. يعني مظاهرة يعني سوري أريد أن أشير إلى يعني ظاهرة مشاركة الشابات بشكل فعال. هناك إمكانيات كثيرة سخرت من الشابات الناشطات في العمل المعارض، وهذه ظاهرة جدا مفخرة لنا نحن هنا. أريد أيضا أن أشير إلى ظاهرة الرصد الإعلامي من خلال
وسائط التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر كان هناك متابعة وكان هناك تزويد بالصور وبالفيديوهات من قبل الناشطين، ويعني مشاركة صورهم على الفيسبوك وغيره. يعني هذا كان شيء جميل وأود أن يعني أشيد به. ولكن قبل أن أختم أريدك أيضا أن يعني تعلق لي على التعامل أو الرصد الإعلامي لهذه التظاهرة على مستوى التواصل الاجتماعي. على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي المظاهرة كانت حاضرة من قبل، يعني يومها بأيام. يعني كان الإعلان لها والدعاية لها في مختلف صفحات والحسابات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان التويتر أو الفيسبوك أو وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. كان الإعلان للتظاهرة وحشد الناس لها وضرورة المشاركة وحث الناس وحضهم على أن المشاركة يعني هي مشاركة أساسية وتصب في اتجاه مشاركة الناس في الهم العام. نعم. خلال الحدث أيضا يعني حدثت تغطية مباشرة للتظاهرة عبر الصور الثابتة والمتحركة في وسائل التواصل الاجتماعي، وفرت معلومات، يعني ضخت معلومات كبيرة جدا، وضعت الناس في صورة الحدث وضخامته، لأنه معظم الناس حتى المشاركين لم يتوقعوا أن الحشد المشارك سيكون بهذه الكثافة وهذه الضخامة، إلا أن معظم المشاركين عندما يعني شاركوا جميع الصور التي والصور المتحركة والثابتة أو انطباعاتهم خلال التظاهرة بشكل مباشر، كان لها تأثير كبير على الوسط الإريتري بشكل عام، وكان تقييم يعني تقييم لحظي وتفاعل معها جميع الإريتريين حتى الذين حبسهم العذر من المشاركة في هذه التظاهرة، وخلف انطباعا يعني وانطباعات يعني إيجابية عند الجميع بالتأكيد. والإعلام أيضا العالمي والمحلي طبعا كان موجود، الإعلام المحلي السويسري بالإضافة لفضائية الجزيرة وغيرها من الفضائيات كان حاضرا هناك، وشوهدت التقارير التي بثت على هذه القنوات، وأيضا شكل هذا عامل إيجابي عكس قضية انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا في وسط مختلف المجتمعات. يعني الناس عرفوا أن التظاهرة وضخامتها ومدى يعني المرارة والظلم الذي يحسه الإريتريون، يعني هذا يمكن أصبح شائعا عند الجميع، وأصبحت قضية انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا أشهر من أن تنكر، وأصبحت تناقلتها جميع وسائط الإعلام، وهذا أيضا ما يحسب للقضية بشكل عام. بالتأكيد. يعني في ختام هذا الرصد عبد الله لتظاهرة جنيف 26 وتداعياتها وما يمكن أن نتوقعه وما يجب أن نعمل عليه جميعا على مستوى هذا العمل لرفع ودعمه ومواصلته، يعني أشكر لك وأشكر جميع من شارك في هذه التظاهرة، من نظم لها، من شارك فيها، من عكس عليها من خلال وسائط التواصل الاجتماعي عبد الله. وهذا كله في النهاية يصب في مجهود عام، وهو يعني التأكيد على حقوقنا والعمل على يعني إسقاط هذا النظام الديكتاتوري الذي يضطهد أبناء شعبنا في الداخل والخارج. عبد الله، شكرا لك اليوم أنك كنت معي في صوت المنتدى للعكس على هذه التظاهرة. شكرا آمال، وشكرا لإذاعة صوت المنتدى على إتاحة الفرصة، وأشكر المستمع الكريم أيضا لصبره على استماع لإفاداتي، ونلتقي إن شاء الله في ساعة أخرى من ساعات العمل العام، بالتأكيد. ورمضان كريم على الجميع. عليك إن شاء الله. شكرا لي. الله يبارك فيك. تحياتي. شباب صاور لمانه تستغفر له قندالي
كبوت ميزانو قمام مصر رفعته إدي صرو يقني ويا يبا واقتو شنقول طالق مرانات حياتي بلا دفعته ورساي أمان حقا وحصور دهب كيكي خمسة الأكل دي بحشمته يواري دي ما ودت أدقم قلها تتربطو دقلا سبت وساقم دمولك عيوة عجمو يكرعو مطاقم شباب لساد الدحا تبانو عجل قرادم ولادو حيسا يوحنيف من دي وداهتو حيس سقبا ومول بابردا هتو حيس سقبا ومول بابردا صفوفهم قحوة مالي سكت يكون حلالي شباب صاور لماني تستحفل قلالي من عربو ايمانو سرع طالو يبدل من كايد مكيادو حتى السرقول وعاقل قبيل اقلول انا كيل دردبو ووكل شنقول ربع الحرم زيبا كانوا ينعدل ورساي امان حقا وحطور ذهب كيكي كمسة الاكل شباب صور لمانك كوكب وقودي بعصر قدمو وقل حقو طبيب يكون واكر شاقت امان هتوتو مش نلقنا والمبر قبلان قروب وقانا عشناني نادي بعالم ولاد حيس ايو حليم من دي والدهتو حيس سقبا ومول بابردا هتو حيس سقبا ومول بابردا مرساي امان حقا عدو كروب الدقوماتو حايس من اسنادو مرساي امان حقا عدو كروب الدقوماتو حايس من اسنادو لالو يا ورساي امان ويوم نتعشل لالو يا لبهكنا والمبر. وفي ختام هذه الساعة أعزائي المستمعين لكم تحياتي وتحيات زملائي في هذه الساعة، كل من الزميل محمد علي موسى في الأخبار، وزميل عكعكة في المونتاج، والزميل جمال عثمان همد، وضيفي عبد الله محمود هيابو. إلى أن ألقاكم الأسبوع القادم، تحياتي وإلى اللقاء.